كرة أمامية في اتجاه إسماعيل الحداد. شنو غادي يعمل؟ خطيرة خطيرة. أوه، هدف لفريق الحسنية. وعد بإسماعيل الحداد أنه سيسجل كما سجل في الذهاب، يسجل في العودة. أوي أي 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 أوي أي أي مباراة قلت بأنه جمالية هذه المباراة ستكون مع هدف. جمالية هذه المباراة ستكون مع هدف. إسماعيل الحداد يسجل الهدف، يسجل في مرمى الحارس خالد العسكري. بداية أكثر من قوية، بداية أكثر من قوية. الآن الكرة في ملعب الرجاء، الآن الكرة في ملعب الرجاء. الشاهد روماو ماذا يقول؟ يطلب من اللاعبين التركيز والهدوء. اللاعب أو المدرب روماو يطلب من لاعبي الرجاء التركيز والهدوء. إسماعيل الحداد يسجل الهدف. نتابعوا الآن هذه المحاولة مشاهدينا الكرام. سبق وأن أشرت بأنه هناك خطأ في تطبيق خطة التسلل. بالنسبة أنا لن أدخل في جدلية هل هو تسلل أم لا، لست بالاختصاصي، لأنه أعتقد بأن هذا الأمر يفتح العديد من التأويلات. ماكين جهاد بأنه قام بكل التغييرات. محاولة. انتهى كل شيء. الحسنية في غفلة من الجميع، الحسنية في غفلة من الجميع. من سدد باغت الجميع. سفيان طلال ينبعث من جديد ويسجل الهدف الثاني للرجاء. أي الفريق الحسنية كان طلال علاقة خاصة لهذا اللاعب مع عائلة سكيتيوي، انتدبه طارق سكيتيوي وبتوصية وبتزكية من طارق سكيتيوي لعبد الهادي أخيه الأكبر استطاع أن يضمن البقاء وأن يأخذ التأشيرة للبقاء في الحسنية. سفيان طلال يباغت الرجاء هنا بمركب محمد الخامس. هدف جميل، وحمزة مرزوق يبحث عن هجمة ويبحث عن ضربة جزاء. أي سفيان طلال من طارق سكيتيوي استطاع أن يضمن بقاء. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي. مباراة عجيبة. بورزوق يسجل ويعيد الأمل للرجاء، وكأنه يقول للجماهير التي بدأت تغادر مركب محمد الخامس لا ترحلوا عنا، فلم يتبقى سوى هدف وبإمكاننا أن نعود في النتيجة. أي مباراة بطعم آخر. سفيان طلال حقق التفوق للحسنية، وحمزة أبو رزوق بتمريرة من المايسترو ياسين الصالحي، والهدف العودة في النتيجة. إذا حوار آخر، ما زالت الدقائق مستمرة للحسنية ضمن